السلام عليكم، كي دايرين اموركم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. غندير لكم هذا الفيديو هذا بهكا بحليوات مغربيه. يا سلام، الله يحلي كلامنا ويرفع مقامنا ويرزقنا وياكم من حيث لا نحتسب. الله يسهل امور الجميع يا ربي. المهم قبل ما غادي نبدا هذا الفيديو، بالنسبه لهاد الحلوه هذه درناها العام اللي فات. قمنا بحفله مغربيه. رانا بما انها حفله مغربيه من طبيعه الحال ما غاديش نستغناو على الحلوه المغربيه، فما تحتنيش الفرصه انني نشارك معكم هذه الحلويات هادو. فقلت هذه هي فرصه انها بما ان هذه المناسبه حتى هي مغربيه غادي ننزل لكم الشكيلات اللي درنا. بالنسبه للعام اللي فات درنا نفس الحفله في نفس المكان، وما شاركناش الحلوه هكا، خليناها يعني جمعناها. انا غادي نشارك معكم الطريقه اللي درنا لها، وفعلا دازت واحد العشيه والله العظيم. البنات مساكن رغبونا نعاودوها مره اخرى، وان شاء الله نتمناهم الله الخير. الحمد لله كلشي داز على خير وبخير. احتفلنا بالمنتخب المغربي ديالنا، فما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو. وغادي ان شاء الله كي قلت لكم غادي ننزل لكم الانستغرام ديال الاخت اللي تكلفت لنا بالحلوه، تبارك الله ما شاء الله عليها. فهذه التحضيرات ديال العام اللي فات، يعني نهار قبل من الحفله هكا تجمعنا انا وفتوتي ورشيده، وحاولنا ان نحطوا الحليوات هكا كي موالفين تنحطوهم في هكا في صناديقات. المهم خدينا صناديقات اللي تا هما كيرمزوا على المغرب، فزعما كنحاولوا ما امكن رغم اننا بعيدين على المغرب بزاف، فكتبقى العادات ديالنا والتقاليد ديالنا المغربيه لاصقه فينا وكنفتخروا بها. فالحمد لله كلشي داز على خير وبخير. فهذه كي قلت لكم كانت تحضيرات ديال العام اللي فات. فدابا ان شاء الله غادي نشارك معكم التحضيرات ديال هذا العام. هذا هو الانستغرام ديال المراه اللي كتصوغ بالحلوات تاع تطوان، والاسم ديالها انيسه. قبل ما غادي نشارك معاكم الفيديو غادي نشارك معاكم اللبسه وداكشي اللي دخلت عليها. سبحان الله، محتفلين بالمنتخب المغربي وربي سخر لي في قميص الاحمر والاخضر. هذا القميص هذا انا ما كنتش عواله عليه والله العظيم، بخطرات راه كنمشيو غير فين ما كتب الناس هذا ربي. القميص هذا خديته من فاس من عند واحد الاخ، انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالو. ها انتم بالسقلي والاحمر والخضر والدوبلور. والحمد لله فاش لبستو بزاف ديال البنات عجبهم. راه باقي ما محددش، ها انتم يلا دابا جبدتو. وبالنسبه للعنوان ها هو العنوان ديالو. التعامل ديالو زوين، رغم انني اول مره كنشوف هذا الشخص هذا والله العظيم ظريف، الله يعمرها سلعه. اللي بغاو ياخذوا شي حاجه من فاس كنظن راه كيصيفط للخارج، غير سولوه. بالنسبه للفولار ديت هاد اللوين هذا، ما بغيتش ندير الجولد جاني مشعشع وما بغيتش ندير الاحمر، قلت تو ماتش، فخديت هذا غير باش هرس شي شويه اللوين. كنت غندير اللون في اللون ساعه ما عجبنيش، هذا جا هكا شويه مهرس اللون. وبالنسبه للفولار غير هكا فاش نبغي نتصور مع البنات ولا هذا، لان احنا قلنا بالنسبه كاع اللي كيلبس الفولار الا بغى يحيدها راه غتكون حفله نسائيه، فحيدنا الفولار. يلا كي قلت لكم اللي بغى يتصور. وبالنسبه للسميطه حيت القفطان ما فيهش السمطه، قلت ندير معاه هادي زعما باش يبان الاحمر والخضر. انا كنت بغيت هادوك اللي عاد ولاو جداد، ويا اما هادي قلت فيري بلاين. هادي غادي تحاول ما امكن انها تبين اللوان ديال القفطان. عاوتاني قلت لا ما نديرش هادي ليديا، فقررت انني ندير هاد السميطه ديالنا ديال المغرب. وجات سبحان الله حتى هي فيها الاحمر والخضر. الحمد لله جات زوينه، حتى البنات عجباتهم هاد السميطه هادي. وبالنسبه للصبابط هانتوما حطيت هاد اللوينات بجوج باش نشوف شكون اللي فيري كلاوس ذا ريد. هذا لقيت انا تيحمقني هاد اللوين هذا، لقيته شي شويه جاي غامق على هاد اللوين، ولقيت هذا شويه غادي مع هاد اللوين. المهم تشوفوا الاوت فيت اللي لبست في الاخر، انا واحد اللي قررت انني نلبس. هانتوما راه الطالو يا اختي فيه الطالو انا تنموت على شي حاجه فيها الطالو، رغم انه ولا عندي مشكل ديال الظهر، ورغم ان اختكم راني طويله، راه ماشي قصيره تبارك الله، راني طويله وعز عليا الطالو. المهم هادو بالنسبه للشوز. بالنسبه للاكسسوارز درت غير هاد البرايسليت هادي ديال المغرب، ودرت هادي المهم جاو هكا شويه something simple. وبالنسبه للسنيسله درت هاد السنيسله هادي جات زوينه، هادي ديال الفروج مع خميسه. وفي نفس الوقت درت معاهم هاد الخميسات هادو، هادي بالحويلقات ديالها كتجي صغيره هكا. درتها هي الاولى جايه على النيك، وعاد درت هادي طويله.
ودرت معاها هاد الحويلقات هادو حتى حيت الدرة عاد لبست هاد الحويلقات، لان مع الدرة ما قدرتش نلبس الحوالق. فهذه هي الاوتفيت. المهم انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله تشوفوا كومبليت اوتفيت، وقولوا لي الراي ديالكم، وقولوا لي واش عجبكم حتى نتوما القميص. كيف ما قلت لكم سبحان الله انا كنت فاش هبطت للمغرب عول على شي حاجات وربي سخر، اللهم عليك الحمد، حتى هذا كتاب في المكتب وجا مع العالم ديال المغرب. عرفتو كنحاول نتمشى غير بشويه باش ما يبانوليش الفتحات ديال القفطان. بطبيعه الحال لابسه الزيف وما غاديش نقدر نبين الفتحات ديال القفطان، فداكشي علاش كنتمشى غير بالادب. طبيعة الحال بما أنها مناسبة مغربية حاضر فيها التمر والحليب والزهر، يعني فاش دخلوا الناس عطيناهم مسحوا يدياتهم بالزهر وقدمنا لهم الحليب والتمر. كانوا جاليات اخرين ضموا لينا لهاد الحفلة هادي. حنا كنا ناويين نديروها مغربية 100%، رغم أن ما عندناش لا ذوق مغربي لا حتى حاجة يعني مغربية، ولكن كنحاولوا ما أمكن أننا ندخلوا العادات والتقاليد ديالنا المغربية وننشروها، علاش لا. ضموا لينا جاليات اخرين كنشكرهم من هذا المنبر. شكرا لكم بزاف بزاف ومرحبا والف مرحبا. وكنشكر حتى ريفيرا ريستورانت، شكرا سهام اللي خليتي لينا هاد الليله تكون انثويه 100%، اللي حاولت انها تجيب لينا الوايترز حتى هما يكونوا بنات وطفاو الكاميرات، فشكرا لكم مره اخرى. غادي ندور معكم دويره على الريسبشنز. بالنسبه لهذا الريسبشن هذه فهي عباره على ريستوران اون ذا اذر سايد، يعني كتشوفوا هذا الباب هذا كاين الريستوران، وهذه كتبقى عباره على هول، يعني اللي بغى يدير شي حفله درنا فيها العام اللي فات. عجبنا الديكوريشن ديالها وجاتنا حتى الطريقه باش نديكوريتين ذا وولز، وهذا بحال عربيك ستايل، يعني قلنا كتقربنا شويه من المغرب، فاختارينا هاد القاعه هذه المره الثانيه. فكيدير الحفله كتكون هكا مجموعه مسدوده، كتشوفوا الواد وفعلا فيها منظر زوين تستاهل. حنايا دخلنا عليها التقاليد المغربيه وغادي نبخروا ضيوفنا ان شاء الله برويحه زويونه. نظرة منك بتجنني، نظرة منك بتجنني، بتجنني. شيل عيونك عني اتركني أعرف غالي، شيل عيونك عني. بعده قلبي صغير حيرني ومحير، بعده قلبي صغير حيرني ومحير. نظرة منك بتجنني،
مين حيبلش؟ nine. She went up to 9. اتفضلي. ready؟ تعالي معي هون، تعالي معي هون. عراقية. طبعا بالعراق، مين أكتر؟ مين؟ موال مغربي. جزائرية. ديالنا سالا، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الوقيت هذا. وقبل ما غادي نساليه، كنشكر رشيده على المجهودات اللي قامت بهم، كنشكر فتوتي على المجهودات اللي قامت بهم حتى هي. بالنسبه لفتوتي راه عندها قناه حتى هي في اليوتيوب، دخلوا عندها. كنشكر راسي، كنشكر أنيسة على الحلويات اللي وجدت لينا، شكرا لك مرة أخرى. وكنشكر أي واحد جا ونضم لهاد الأمسية هذه اللي كانت أكثر من رائعة، سواء الجالية المغربية أو الجالية الأخرى اللي انضمت لينا. كنعتذر مرة أخرى من الناس اللي ما قدرناش نضيفوهم، لأن فعلا ما شاء الله القاعة كتهز 100 واحد، فوصلنا ل 87. يعني لزنا الناس، ما غاديش يلقاو الناس كيديروا هكا يشطحوا ولا يتحركوا. نعتذر منكم مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي مازال أيام الله، وإن شاء الله يا ربي لقينا فرصة أخرى. تنقول لكم شكرا لكم مرة أخرى، ونتمنى أن الفيديو كان نال الإعجاب ديالكم.